اللهم سهل لنا الأسباب وأكثر من حولنا الأحباب، ولا تغلق أمامنا الأبواب، واجعل دعاءنا مستجاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم يا أحلى اخوات في الدنيا. النهاردة أنا صحيت الصبح ملقتش عندي طلبات في البيت. مشيت العيال، رحت وديتهم المدارس، والحموزة الصغنون راح الحضانة، ولبست ونزلت قلت هروح السوق على الساعة 8 كده، 8:30. ما شاء الله لقيت الحاجة حلوة زي الفل. جبت بقى ايه، خضار وحاجات وشوية فاكهة، وجبت فراخ. هوريكم الحاجة معايا اهو، وهقول لكم على الأسعار. ما شاء الله يا جماعة، أنا بجيب الحاجة على قدي، يعني بجيب اليوم بيوم، وبجيب الحاجة مثلا تقعد عندي يومين كده، على قدي يعني، على قد الإيد. المهم الحاجة هوريها لكم. ما شاء الله حلوة وزي الفل، والأسعار شوفوا، الرمان ما شاء الله تحفة وجميل ومسكر يا جماعة زي الفل، ورخيص خالص والله. المهم أنا جبت البطاطس، أنا جبت الكيلو بنص ب10، وجبت خيار، جبت الخيار بلدي ما شاء الله مسكر، التلات ارباع ب15، يعني الكيلو ب20. كان في نوع تاني الكيلو ب10 بس ما عجبنيش بصراحة. والليمون جبت النص كيلو ب10. وهنا كنت جايبة عنب اهو، هو بصراحة ما كانش قد كده بس حلو يعني شغال، بس انا هنضفه الوقت واخليه زي الفل بقول لكم يعني. وجبت المندولينة ديت السفندي، الكيلو، الكيلو ب20، وفي الكيلو وربع ب20، بس دي حلوة مسكرة كلها زي السكر. شوفوا بقى يا جماعة الطماطم، انا خدت وش القفص، الكيلو ونص ب10، سكر وزي الفل ومفيش فيها واحدة بايظة. والرمان الكيلو ب30 جنيه. ما شاء الله يا جماعة، شوفوا الحاجة، فعلا اللي يقوم بدري يجيب حاجته زي الفل. متستنوش لمتأخر، هتروحوا ما تلاقوش الحاجة في السوق حلوة، وهتلاقوا الحاجة منقوضة ووحشة. لكن الحاجة الوقت شوفوا ما شاء الله جميلة وزي الفل. انا كان عندي فلفل في التلاجة مرضتش اجيب، ما بحبش اكتر عندي الحاجة عشان بتبوظ. احب اجيب مثلا كل يومين كل 3 اجيب الحاجة عندي تبقى صبحة وزي الفل. هنا الخيار انا ما بغسلوش، بحطه كده في العلبة في الكيس بتاعه، واما عاوزة اطلع واغسل. ليه بقى؟ عشان بيدبل وانا ما بحبوش دبلان. هنا ما شاء الله السفندي ده اخدته وحطيته في الطبق ده هو والرمان، وهشطفه وبرضه احطه ايه على الرخامة، بحيث عيل اخد حاجة حطها في بقه تكون ايه، نظيفة، معلهاش تراب معلهاش رمل كده. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارزقنا راحة البال، وارزقنا الصحة والستر يا رب العالمين. الستر يا رب والصحة يا رب، بحق ما انت عالم بنا على الصبح. الحمد لله. هنا كنت خدت العنب كله فرطته، ما شاء الله يا جماعة شلت كل حاجة فيه، والله زي الفل ومسكر. أنا بحب أجيبه، أنا بحبه مسكر وجميل. طبعا هنقعه شوية حلوين، مش هغسله كده أول مرة على طول. هنا بقى الرمان والبرتقال السفندي هشطفه كده شطفة، يا دوبك هشيل التراب من عليه واحطه في الطبق بقى ينشف وخلاص. يا جماعة أي حد عايز حاجة يروح يجيبها الصبح، السوق عندنا ما شاء الله فيه كل حاجة زي الفل. اصحوا بدري، خلصوا شغلكوا بدري، روحوا هاتوا طلباتكوا بدري واقعدوا، كل حاجة هتجوها حلوة زي الفل. أنا الحمد لله بروح أجيب حاجتي، ما بعتمدش على حد. بصحى بدري، أمشي ولادي، أفطر، أروق بيتي، أروح أجيب حاجتي بنفسي. الحمد لله يا رب، اللهم دومها عليا نعم. هنا خلاص خلصت اهو، هحطهم في الطبق يتصفوا واحطهم على الرخامة. حد بقى عايز ياكل حاجة هيلاقيها موجودة قدامه. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة بتاعتي في الهوا سوا مع لولو، لو تحبوا تشوفوني تاني هتلاقوني. وان شاء الله هعمل لكم كل جديد ويا رب نكون خفيف ولطاف مع بعض وما تزهقوش مني. الحاجة ما شاء الله شكلها جميل. العنب اهو طبعا بعد ما اتنقع شوية كتار خالص، اخده بقى اصفيه واحطه في المصفى يتصفى، وبعد كده عينه ايه في التلاجة. اي حد عايز ياخد يحط له شوية في طبق هيلاقيه مغسوله زي الفل. ايوه ما شاء الله جميل اهو زي الفل. جميل مفيش فيه واحدة بايظة. انا طبعا نقطته ورميت نصه يعني وانا بغسله الحمد لله.
مش واصل يعني للمرحلة دي كده بالسهل. شوفوا الحاجة يا جماعة ما شاء الله زي الفل اهي. وهنا اهو الخيار والفلفل والطماطم والليمون، هنا انا بحطه في علبة وعينها في التلاجة علشان ايه ما يبصي، يكون حلو واحتاج الاقيه. تمام. نخش بقى على الفراخ. انا جبت ما شاء الله 3 كيلو فراخ اوراق. الراجل كان عامل عليهم عرض النهارده 3 كيلو اوراق ب220. قلت اما اعمل النهارده صينيه فراخ، اغسلها كده، بقول لكم اغسلها كده واظبطها واوريها لكم. احطهم في البانيو اهو. قلت اجيب بقى ايه اعمل النهارده واغسلها وانقعها وعينها في التلاجة. ما قدرتش انزل، ما فيش عندي حاجه ايه اقوم مطلعه واعمل. هنا ما شاء الله كنت بغسلها بقى، يشيل بقى اي حاجه زياده فيها، جلد زياده، اي حاجه ريش زياده بشيله وبغسلها حلو، غسله حلوه قوي، واي حاجه بشيلها. طبعا هي مش بتتغسل مره واحده، بغسلها كذا مره. طبعا انا كنت لسه الوقت بس بشيل اي حاجه زياده فيها، وبشيل الحاجات اللي تحت الجلد ديت وبنضفها. لسه هنقعها كم مرة كده واروق عليها يعني. غسلتها غسلة حلوة اهو. هنا طبعا بعد ما اتغسلت واتنضفت من الجلد الزيادة اللي فيها والحاجات الزيادة اللي مش بناكلها، جبت بقى ليمون وملح وخل ودقيق وايه، وانقعهم بقى نقعة محترمة كده واسيبهم ساعة ولا اي حاجة. ده خل طبيعي يا جماعة اهو، باخد منه شوية صغيرين ما شاء الله ريحته ايه جبار. هنا شوية ملح كتار، بقوم دعكاهم دعكة معتبرة كأني بشكل فيهم. شوفوا بضغط عليهم بحط غل فيهم. هنا برضو دي اهو. قلب 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 قلب. ايوه. والليمون بقى احط شوية الخل الاول، شوية حلوين اهو، اقوم حطاهم ودعكاهم والليمون اعصره وبس. اقوم سايباهم بقى ساعة حلوين كده عم اخلص شغلي، واقوم جاية مشطفاهم شطفة حلوة وعيناهم في الاكياس في التلاجة. اطلع اللي انا هعمله النهاردة وبعد كده عين الباقي. تيجي تعملي في اي وقت تلاقيها نظيفة وزي الفل وما تتعبكيش. بس يا جماعة وده كان النهاردة اليوم بتاعي. ويا رب اكون ما اكونش تقيلة على قلبكم ولا اكون وجعت لكم دماغكم. ولو تحبوا تشوفوني تاني اعملوا لي مشاركة للقناة بتاعتي وهتشوفوني على طول. بحبكم ودمتم سالمين.